أهلا بيكم. في مثل شعبي مصري بيقول إن الصب خير طول ما الطماع بخير، لكن الحقيقة إن القصة اللي هنحكيها النهاردة بتكسر المثل ده، لأن اللي راحوا لمصطفى البنك ما كانوش كلهم طماعين. كان فيهم الغلبان اللي عاوز يستر بنته، والأب اللي بيعاوز يعالج ابنه، والشاب اللي ضاع عمره في الغربة وعاوز يرجع يستقر. النهاردة في دهاليز هنغوص في كواليس أكبر عملية تنويم مغناطيسي جماعي حصلت في تاريخ الصعيد. إزاي سواق توك توك بسيط لا حول له ولا قوة قدر يجمع في إيده ميزانية دول ويتحكم في مصير آلاف الأسر، وإزاي السحر اتقلب على الساحر، والأهم الفلوس دي راحت فين. الحكاية بتبدأ في قرية البصلية بمركز إدفو بأسوان، مكان هادي، ناس طيبين وعايشين على قد حالهم. فجأة يظهر مصطفى البنك، شاب في الثلاثينات، تاريخه المهني عبارة عن سواق توك توك وشوية قضايا بسيطة. لكن فجأة مصطفى قرر يغير القرار بتاعه، قرر يبقى البنك. بدأ بفكرة شيطانية وهي تجارة المواشي. يروح للفلاح من دول ياخد منه البقرة اللي تمنها في السوق 20,000 جنيه ويقول أنا هاخدها منك ب40,000 جنيه. الفلاح يتبسط وعينه تلمع ويا بوي ازاي؟ فمصطفى يرد بثقة أنا عندي مزارع كبيرة وبورد للحكومة، بس هتاخد فلوسك كاش بعد 21 يوم. في الأول الناس قالت عليه مجنون، لكن لما أول 10 فلاحين خدوا الضعف فعلا في الميعاد القرية كلها اتهزت. الخبر انتشر في المراكز المجاورة زي النار في الهشيم. الحقوا يا جماعة، الحقوا يا خلق، ده في واحد هنا مجنون بيوزع فلوس على الناس. مصطفى ما كانش نصاب عادي، ده كان براند. هتقولي براند؟ أقول لك براند بدأ يلبس الجلابية الصعيد الفخرة ويمسك في ايده سبحة ويقعد يقول في منظرة كبيرة حواليه حراسة ورجالة بأسلحة، يعني من الآخر بقى له هيبة، وهيبة كبيرة كمان. والذكاء هنا إنه بدأ يلعب على التوتر الديني والاجتماعي. كان يذبح الذبايح من هنا ويوزعها على الفقراء، ويبني في مساجد ويقول للناس أنا ربنا بعتني ليكم علشان أغنيكم. بقى اسمه المستريح، والناس بدأت تتعامل معاه كأنه ولي، والعياذ بالله. وصلت للدرجة إن الناس كانت بتبيع اللحاف اللي بتتغطى بيه علشان تروح تدوله الفلوس، والطوابير كانت بتبدأ من الفجر، والناس كانت بتنام في الشارع قدام بيته علشان بس يلحقوا يسلموه شقة عمره. مئات الملايين كانت بتدخل بيته يوميا في شكاير. انت متخيل؟ شكاير فلوس يا كحيان. تعالوا نقرب شوية من الضحايا علشان نعرف إن الموضوع مش مجرد أرقام. عندك مثلا عم محمد، راجل شقي طول عمره، مش شقي يعني راجل شقيان طول عمره في المعمار. جمع قرشين علشان يجهز بنته اليتيمة، راح لمصطفى واداله اللي حيلته. النهاردة بنته فرحها اتأجل وهو مش قادر يبص في عينيها. ولا الست فاطمة اللي باعت ذهبها كله من ورا جوزها علشان تضاعف المبلغ وتفاجئه ببيت جديد، ودلوقتي بيتها اتخرب وهي مهددة بالطلاق. قصص كتير توجع القلب. ناس ماتت بجلطات لما عرفوا الخبر، وناس جالها شلل. مصطفى ما كانش بيلم فلوس، ده كان بيلم أعمار الناس حرفيا ويحطها في جيبه. دوام الحال من المحال. السيستم اللي بناه مصطفى عبارة عن ايه؟ هرم مقلوب، بياخد من جديد علشان يدي للقديم. أول ما الجديد بدأ يقل الهرم بدأ يتهز. المواعيد بدأت تتأخر، 21 يوم بقوا شهرين، الناس بدأت تجمع قدام بيته، والمناديب بدأوا يهربوا وي لحد ما وصلنا في ليلة ملهاش صبحة. قوات الأمن اتحركت بالآلاف، مدرعات وطيارات وحصار لمركز إدفو كله. مصطفى حاول يهرب وسط الجبال، لكن العيون كانت صاحية. اتقبض عليه وقع البرنس اللي كان بيفتخر إنه البنك. لما فتشوا المزارع بتاعته لا لقوا تجارة ولا لقوا ذهب ولا أي حاجة، لقوا مواشي ميتة من الجوع وخزن فاضية وحسابات بنكية متوزعة بأسماء ناس تانية. الإمبراطورية اللي اتبنت من شهور وقعت في ساعات. مصطفى البنك دلوقتي ورا القضبان، والمحكمة حكمت عليه بالسجن ورد الأموال لأصحابها. لكن السؤال، هل الفلوس دي هترجع؟ الحقيقة المرة بتقول إن اللي بيطير في الهوا صعب يرجع للأرض تاني. يا جماعة، دهاليز الحياة فيها دروس كتير،
واهم درس النهارده ان مفيش حد بيوزع فلوس ببلاش. مفيش تجاره في العالم بتكسب 100% في اسبوعين. النصاب ما بيعيش غير على عجزنا، وعجزنا هو العجز عن التفكير بالعقل. الوعي هو السلاح الوحيد ضد المستريحين اللي لسه بيظهروا كل يوم بشكل جديد. قولولي في التعليقات، هل شفت قصة مستريح تانية في المحافظة بتاعتك؟ وإيه أغرب حاجة سمعتوها من نصاب؟ حافظوا على نفسكم وعلى تعبكم، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.